بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، نبدأ حلقة جديدة من حلقات وجهة نظر على قناة وائل سيف النصر. أهلا بحضراتكم. عايز أتكلم في موضوع والله لي كام يوم شاغلني وما كنتش راضي افتحه ولا اتكلم فيه. ليه؟ لانه موضوع والله عيب، اللي هي موضوع اتحادات كرة القدم. وطبعا النهارده في حلقة جديدة من حلقات السلسلة اللي احنا عاملينها، اللي هي فيها حاجة حلوة. مصر فيها مليون حاجة حلوة، بس في حاجة بقت وحشة خالص، بالذات في الفترة الأخيرة من كام سنة. الاتحادات الرياضية، اتحاد كرة اليد واتحاد كرة القدم واتحاد الكرة الطائرة، إدارات ومجلس إدارات اتحاد الكرة الطائرة واتحاد كرة القدم واتحاد كرة اليد، وكل الاتحادات تدار بطريقة سلبية جدا جدا جدا، وطريقة عشوائية مش عشوائية، للأسف هي مش عشوائية، هي طريقة مادية بحتة، طريقة ظالمة، طريقة يعني مش عارف أقول عليها إيه. أهم حاجة فيها المادة، للأسف المادة، كله ما بيفكرش غير في المادة، حتى اتحادات الرياضة. وللأسف الشديد إن وزارة الشباب والرياضة تقريبا والله أعلم متورطة في الموضوع ده ولا إيه. اللجنة الأولمبية ما بتتخذش أي قرار ليه؟ في إيه اللي أنا عايز أقوله؟ اتحاد كرة القدم من ساعة الأستاذ هاني أبو ريدة، واتغلبنا في مصر واتفضحنا في بطولة أفريقيا 2019، استقال. بس استقال وساب وراه إرث، يعني أقل ما يقال عليه إنه إرث غير، مش عارف والله، غير شريف، يعني غير ناس مش مسؤولين غير مسؤولين. وطبعا احنا اللي وضح لنا في الإعلام وفي الدنيا وفي الموضوع اللي احنا شايفينه كله وليد العطار، المدير التنفيذي والإدارة التنفيذية كلها، مش هو بس، أكيد في مجموعة معاه، وخبوا جواب والوزارة أقرت بكده. يعني الناس ما بتفتريش عليهم، ومع ذلك سايبينهم. بعد كده تورطوا في موضوع عقد سيف الدين الجزيري مع نادي الزمالك، ونادي الزمالك نفسه اللي كذب وليد العطار، والمدير التنفيذي اللي بيبعت الجوابات للفيفا، وبعت جواب للفيفا بيقول له انتقال سيف الدين الجزيري من المقاولون إلى نادي الزمالك انتقال حر. طلع الزمالك قال لا، دفعنا 20 مليون. طب انت بتكذب ليه؟ الزمالك لو بيكذب ليه؟ اتحاد الكورة لو بيكذب ليه؟ ايه الموضوع؟ سيف الدين الجزيري وموضوعه في الفيفا ولغاية دلوقتي قائم، وللأسف الشديد نادي المقاولون متورط في الموضوع. وإيه اللي ورطه ما تعرفش، مع إن نادي المقاولون ده تاريخه مشرف. إزاي يغلط الغلطة دي ما تعرفش، عشان مين ما تعرفش. ساكت ليه الأستاذ محمد عادل ما تعرفش، المشرف العام على كرة القدم ورئيس النادي ساكتين ليه؟ وبيتكلموا كلام غلط ليه؟ وبيقولوا احنا بعناه حر ولا بعناه بفلوس، برضه ما تعرفش. الفيفا نفسه ما يعرفش، مش عارف. ففي كلام غريب جدا، يعني غير الجواب اللي استخبى وضيع الأهلي في بطولة أفريقيا وفي النهائي. يعني المفروض الأهلي في النهائي كان على الأقل
استضفناه في مصر، كان على الأقل طلع برا، كنا لعبنا في أرض محايدة بدل التوتر والرعب اللي كانوا فيه. حتى مجلس الإدارة قعدوا يلففوهم على البوابات بطريقة غير أخلاقية وغير آدمية، فما بالك باللعيبة وإقامة اللعيبة وفندق الإقامة والدوشة والهيصة والقلق اللي كان فيه. فأنت السبب، أنت السبب كمجلس إدارة اتحاد الكرة. وبعدين احنا دلوقتي في اليومين اللي فاتوا، في الشهرين اللي فاتوا، لنا سنة بيتكلم في عقد كهرباء، عقد كهرباء، عقد كهرباء، مع ان عقد كهرباء متوثق غلط. وطلع كهرباء ورفع قضية من فترة قريبة في القضاء المدني طعن على تزوير عقده. وانت عارف تزوير يعني ايه؟ نفس الكلام اللي حصل في تزوير الخطاب. خطاب جايله ب7 بنود، بعتهم للوزارة ب5 بنود. شال البندين ليه ما تعرفش؟ عشان يدمروا الأهل. دلوقتي في موضوع كهرباء ليه حق ان العقد ما كانش متوثق ساعة ما سافر للبرتغال، وبعد كده رجع على النادي الأهلي وأكد للمسؤولين في النادي الأهلي إن هو عقده ما توثقش مع نادي الزمالك. فهو كده موقفه سليم. المفروض لما بيعمل عقد مع النادي الأهلي أو نادي ديسبورتيفو البرتغالي عقد سليم، لأنه انتقل وعقده الجديد اللي كان ماضي مع نادي الزمالك لم يوثق في خلال شهر. طلع اتحاد الكرة عقد جديد أو صيغة بتبين إن العقد اتوثق في ميعاد معين، وده الميعاد ده غلط. الميعاد ده غلط، والدليل مواقع نادي الزمالك وقناة نادي الزمالك يوم ما وقعوا العقد قالوا ألف مبروك وقعنا عقد كهرباء النهارده. طبعا ده بعدها بسنة، المفروض كان يتوثق قبله بسنة، وتوثيق العقود ده ليها مدة قانونية. فطلع بقى طبعا العطار واتحاد الكرة ايامها كان مجدي عبد الغني هو اللي ماسك في اتحاد الكرة شؤون اللاعبين، وعمل عقد او غير في عقد كهرباء، الله اعلم عمل ايه. فدلوقتي كهرباء طالع ومحاميه رفعوا قضيه في القضاء المدني ملوش دعوه بالفيفا، ولو خد حكم حيرجع للفيفا وحياخد حقه. للاسف انت كاتحاد كرة قدم بتعمل كده في مصلحة مين؟ ما تعرف. ترتيب المباريات، رئيس نادي الزمالك السابق حسين لبيب كان طلع وقال احنا كنا بنتصل، او انا كنت بتصل وبكلم وبقعد مع جمال علام ولا مين في اتحاد الكوره وبنرتب مباريات الاهلي نضغطها ازاي، وقال بلسانه. طب انت يعني انت عايز الزمالك يبقى كويس ومرتاح وامور وحليوه والاهلي يداس عليه، وعشان كده بطولتين دوري الاهلي مش عارف يعمل حاجه. مش عشان الاهلي وحش، بس الاهلي كان وحش، بس مش عشان وحش هو خسر الدوري، لا. وموضوع الرابطه كانوا متخانقين، رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور والاستاذ احمد دياب رئيس الرابطه اللي هو مسؤول في نادي فيوتشر، اتخانقوا وطلعت فيديوهاتهم وطلعت تسريباتهم، وفي الاخر حبايب وزي العسل وزي الفل. يوم ما كان عايز الزمالك يأجل يوم استاد القاهرة قالوا عليه ايه؟ استاد القاهرة فيه اصلاحات، واجلوا المباراة يوم وتلعب في استاد القاهرة ثاني يوم. طب في اصلاحات بتحصل في 24 ساعة؟ كل ده يخلينا نقول حاجة. رحمة الله على الكابتن الكبير سمير زاهر، ربنا يرحمه ويحسن إليه، ما كانش فيه الكلام ده بيحصل، ما كانش بيحصل خالص. فلنا الله وربنا يرحمنا. ده كله كلام غير بقى اتحاد كرة اليد، وفي 4 لاعبات من كرة اليد في السيدات في النادي الأهلي انتقلوا للزمالك، عقدهم انتهى ماشي، الأهلاوية ما عملوش حاجة، ما شفناش في الإعلام ولا حد طلع قال حاجة، حقكم وخلاص، الزمالك هيديكم أكتر من الأهلي 3 مرات 4 مرات، حلال عليكم، ومشوا. والنادي الأهلي نفسه اعترف بكده.
طب دلوقتي عقد مريم مصطفى واللي احنا شايفينه في عقد مريم مصطفى لينا شهر كلام وكلام 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 وكلام. اللاعبة مريم مصطفى لاعبة الكرة الطائرة انتقلت لنادي الزمالك طبعا عن طريق الباطل، ماضي عقد من شهرين في نادي الأهلي مع العمري فاروق، وطلعوا فيديوهاتهم على قناة النادي الأهلي، ووالدتها الكابتن الكبير 20 سنة في النادي الأهلي ولا 17 سنة، في الآخر تضيع تاريخها في النادي الأهلي ده كله عشان الفلوس، ورايحة عن الزمالك بيعملوا عقد وانت ماضي مع الأهلي وتقول أنا ما مضيتش. إزاي ما مضيتش وده كله متصور؟ وعلى العكس اللاعبة دعاء محمد لاعبة نادي الزمالك ما بتقبضش ليها سنة في نادي الزمالك، وطلعت قالت وكلمت رئيس الاتحاد اللي هو زملكاوي الأستاذ ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة، وطبعا النائب بتاعه هناء حمزة أم اللاعبة مريم مصطفى اللي ساعدتها على إنها تمشي لنادي الزمالك، وكله حميها حراميها للأسف الشديد في الكرة الطائرة. فهو قال لدعاء محمد لاعبة النادي الزمالك عشان ما بتاخدش فلوسها، قالت له عايز انتقل، قال لها مصرح ليكي وقانونا حقك تنتقلي لأي نادي، بس يا ريت ما غير الأهلي، تروحي أي نادي إلا الأهلي، وأنا حساعدك إن أنت تروحي أي نادي إلا الأهلي. طب ده كلام يتقال من رئيس اتحاد الكرة الطائرة أو رئيس اتحاد كبير أي لعبة، سواء الكرة الطائرة أو كرة اليد أو كرة السلة، واللي كان بيحصل في كرة السلة شفناه برضه. فالاتحادات خربانة، موضوع إن الاتحادات خربانة. وبعدين مريم مصطفى هتروح نادي الزمالك ولا هتيجي من نادي الزمالك ولا هتروح أي نادي تاني، طول ما أنت ست الأهلي انسي خلاص، ما تفتكريش إن الأهلي عايز يرجعك تاني، مستحيل. كان الحضري رجع، كان أحمد فتحي رجع، كان رمضان صبحي بيحفى لغاية دلوقتي وبيدور وبيبعت مراسيل عشان الأهلي يرجعه، ومش هيرجع خلاص. اللي بيمشي من الأهلي بمزاجه ما بيرجعش تاني، وبالذات لما يكون عامل موقف غير محترم مع النادي الأهلي. رمضان صبحي راح وحقه كان يروح بيراميدز، بس للأسف قال للأهلي ايه؟ أنا هجدد معاكم، فضحك عليهم. كان في سنة خداع للنادي الأهلي، وعشان الأهلي حس بالخداع ده لفظوا أحمد فتحي لغاية دلوقتي يتمنى يختم في الأهلي، بس خلاص أنت مشيت بمزاجك عشان الفلوس، مع إنه لعب لغاية آخر يوم في عقده، وكان بيلعب مباريات لآخر مباراة في الدوري بصراحة ربنا. شريف إكرامي مشى وهو قايل أنا ماشي من أول الموسم، بس برضه خلاص انسى. الناس دي كلها كل سنة وانت طيب، كل الناس دي كل سنة وانت طيب. وأشهر بني آدم فيك يا مصر كانت عليه حوارات عبد الله السعيد، أول ما جابوه مشوه على طول، ما تلزمناش تاني. فانت فاكرة نفسك هترجعي؟ مستحيل. هو ده النادي الأهلي. طبعا النهارده الأهلي هيلعب وهيلاعب الداخلية، وسامعين في الإعلام إنه في غيابات 6 لاعبين ولا 7 جالهم انفلونزا، واللي مصاب من الأول أليو ديانج، محمد طاهر طبعا موقوف، عنده إيقاف مباراتين عشان كان اطرد في مباراة أسوان ولا مباراة الإسماعيلي فمش هيلعب برضه. المهم في 6 7 ولا 8 غيابات، ولكن اللي موجود هيسد إن شاء الله، متأكدين إن اللي موجود هيسد، وإن شاء الله الأهلي بإذن الله يفوز على الداخلية في 3 مبارياته، ويختم قبل التوقف ب9 نقاط إن شاء الله، 9 نقاط مؤكدة يعتلي بها صدارة الدوري، أيا كان هو ومين أيا كان، لأن في ناس كثيرة لغاية دلوقتي بتفوز. المهم 9 نقاط، ال3 نقاط بتوع النهارده برضو إن شاء الله الأهلي لن يفقد الدوري بإذن الله.
حتى لو الحكام ضده، حتى لو اتحاد الكرة ضده، حتى لو الظروف كلها المهيئة ضده، حتى لو وزارة الداخلية ضده. لحظة بس أشوف. لا مؤاخذة معلش. حتى لو كل حاجة ضده، الأهلي قوي بمبادئه، بقيمه، بتاريخه، بمجلس إدارته، بجمهوره. أول حاجة قوي بجمهوره. الأهلي ليه جمهور على مستوى العالم، مفيش 5 أندية ليهم جماهير زي النادي الأهلي. وهو ده رصيد النادي الأهلي، التاريخ وجمهوره، التاريخ وجمهوره اللي هو أنتوا. وهو ده الفرق بين الأهلي وأي نادي آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.